حبايبي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ بمناسبه حلول راس السنه انا اوجه هذا النداء للمعنيين بالامر. افتتح ندائي هذا واوجه ندائي يا اصحاب المحلات، اصحاب الكباريات ولي بواط دونوي، انكم تخليوا الكباريات محلولين حتى الصباح، حتى الفجر. خليو المواطن يسكر وياخذ راحته وينشط باش ما يكونش الشغب في المدينه وما يكونش الشغب في البلاد. اوكي، وكذلك الناس اللي على قد حالهم يعني هبطوا الاثمنه، ماشي لا داعي ديك خصك تكون مريزيرفي وداكشي ما كاينلاش. فرحوا الشعب باش ربي يفرحكم. اوكي. كذلك ندائي اوجهه لوزير الاوقاف الذي اكن له كل تقدير واحترام، مع انني لا اذكر اسمه، انه يخلي المساجد مفتوحه حتى الفجر باش اخواتنا المغاربه المسلمين اللي ما كيحتفلوش معنا براس السنه يدخلوا يصليوا ويدعوا معنا بالهدايه والغفران والتوبه والطريق المستقيم. كذلك يصليوا صلاه اضافيه ويقرقبوا الناس بيناتهم. هذا امر طبيعي عند البعض. اوكي، ماشي عيب يعني عند بعض المتأسلمين، وانا لو اعمم لان التعميم من لغه الجهلاء وانا لست بجاهله الحمد لله. كذلك اوجه نداء، ونداء خاص صراحه لوزير النقل. ارجوك سيدي الفاضل انك توفر الترونسبور، انه يكون فابور، وسائل النقل تكون فابور للمواطنين اللي غاديين يسهروا. يكونوا طوبيسات نقيين وطاكسيات نقيين يهزوا المواطنين اللي سكرانين يوصلوهم حتى لديورهم بخير وعلى خير والامان. صراحه هذا حق واجب وحق مشروع للحكومه على المواطنين. هذا حق الحكومه على المواطنين، خصهم يتهلاو في الشارع ليله راس السنه. حنا بركه الهم اللي كنشوفوا في العام كامل، يعني الانسان كيخرج هاد المشاكل كلها ما نضربوش قاصق، ما يمكنش. فالانسان خصو يخرج يفوج ويفرح. كذلك نداء موجه لرجال الامن. تعلمون جيدا انني احبكم واقدركم، بما ان الشرطه في خدمه الشعب، فكنتمنى بانكم تسيقوا الكوميساريات وتحطوا شي فراش نقي مخدات باش اخواننا واخواتنا السكيريين اللي غادي يدخلوا في ديك الليله في حاله اعتقال، كل واحد ظروفه. نعلم جيدا انكم كتقوموا على حمايتنا وكل الامن والامان سائد في البلاد، انكم توجدوا لهم توفروا لهم سبل الراحه، يكونوا مرتاحين. اوكي، يكونوا مرتاحين، والصباح منين يفيقوا باش يتقدموا عند السيد وكيل جلاله الملك. اعطيهم بيره الواحد يحيدوا الثمن باش يعرفوا اش يقولوا. بيره بارده ما فيها باس، غتمشيو توقفوا على شي بيسري غتحيدوا من عنده البيره غتعطيوها لهم باش يسكروا يكونوا مرتاحين. الشعب خصو يكون مرتاح، فهمتي، باش يحيدوا الثمن. فكنظن بان هذه مطالب مشروعه، يعني انه توفروا جميع سبل الراحه للمواطنين. اوكي، ما بغيتي شي طلب اخر بصفتك مواطنه مغربيه؟ اش بغيتي؟ صافي بيره بارده باش يحيدوا الثمن كما قلت لكم، باش المواطن يكون مرتاح. وعاش الشعب، عاش محمد السادس نصره الله، ملكنا الحبيب الله يحفظه وينصره لينا. وخرجوا احتفلوا نشطوا ضحكوا. البلد المغرب بلد جميل، بلد الامن والامان. اتمنى ان هذا النداء ديالي يوصل للناس المسؤولين. وتحياتي واحتراماتي، سنه سعيده تدخل عليكم بالصحه والسلامه والعافيه والخير.